ناس كتير بتقول إنه في الأيام الباردة بطارية عربيتك ممكن ما تشتغلش كويس، بس الحقيقة إن العدو الحقيقي مش البرد، لكن هو الحر. النهاردة هوريك ليه بطاريات العربيات بتبوظ أسرع في الجو الحار. عمرك فكرت ليه أغلب الناس بيقلقوا على بطاريات العربيات في الشتاء القارس؟ بس يمكن المفروض يكونوا قلقانين من حرارة الصيف. يبدو الموضوع عكس اللي متوقعينه، بس الحقيقة إن الحرارة الشديدة بتضر بطارية عربيتك أكتر بكتير من البرد، مع إن كتير بيعتقدوا إن التجميد هو العدو الرئيسي، لكن في الحقيقة درجات الحرارة العالية هي اللي بتسبب أكبر ضرر وبتأثر عمر البطارية بشكل نهائي. وعشان كده بالظبط هنتكلم النهاردة عن ازاي الحرارة بتأثر على الأجزاء الأساسية في عربيتنا. بس ازاي بالظبط بطارية العربية بتشتغل علشان الحرارة يكون ليها دور مهم كده؟ طيب، كل البطاريات بتشتغل عن طريق تفاعلات كيميائية بتحصل جوه البطارية. فيه أقطاب كهربائية وإلكترولايت بيشتغلوا مع بعض علشان يولدوا كهرباء لما تشغل العربية. التفاعلات الكيميائية دي حساسة جدا للحرارة. لما الجو بيكون برد التفاعلات الكيميائية بتبطأ بشكل طبيعي، وده بيقلل من الأداء المتاح في اللحظة دي. بس ده في الحقيقة بيطول عمر البطارية على المدى الطويل عشان التفاعلات بتحصل أبطأ. طب ولما يكون في حرارة، نفس التفاعلات الكيميائية دي بتسرع بشكل كبير، وده بيخلي فيه نشاط داخلي أكتر بكتير. النشاط السريع ده هو المفتاح لفهم ليه الحرارة بتدمر البطاريات بسرعة كده. لما بتعرض بطارية العربية لحرارة عالية جدا، انت كده فعليا بتسرع عملية الشيخوخة الكيميائية بتاعة البطارية كلها. كل ما كانت الحرارة أعلى، كل ما عملية الشيخوخة دي بتحصل أسرع. دراسات بتبين إن البطاريات اللي بتتعرض لدرجة حرارة 45 درجة مئوية بتتلف أكتر من ضعف البطاريات اللي بتتحفظ على 25 درجة مئوية. عشان أوضح لك الصورة، ده معناه إن البطارية في الجو الحار ممكن تفقد حوالي 6 أو 7% من قدرتها بعد 200 دورة شحن، في حين إن نفس البطارية في جو معتدل بتفقد بس 0.3%. الفرق ده ممكن يبان صغير، بس على مدار الشهور والسنين التأثير التراكمي بيكون مدمر. بس إيه اللي بيحصل بالظبط جوه البطارية علشان السخونة تضرها؟ الحقيقة إن في كذا حاجة ضارة بتحصل في نفس الوقت. أول حاجة، السخونة الشديدة بتخلي الإلكترولايت اللي جوه البطارية واللي هو السائل الأساسي للتفاعلات الكيميائية يبدأ يتبخر. لما الإلكترولايت بيتبخر، التفاعلات الكيميائية ما بتقدرش تحصل بشكل طبيعي، والبطارية بتفقد قدرتها على تخزين وتوفير الطاقة. كمان في البطاريات الرصاص الحمضية اللي لسه منتشرة أكتر في العربيات التقليدية، السخونة بتسرع عملية التسلفت، ودي عملية بتتكون فيها بلورات كبريتات الرصاص على ألواح البطارية. البلورات دي بتقلل من كفاءة وعمر البطارية. في كمان تآكل عام في المكونات الداخلية، لأن السخونة بتزود الضغط الميكانيكي والكيميائي على كل أجزاء البطارية. بس يا ترى فعلا عمر البطارية بيختلف قوي بين الأجواء المختلفة؟ الأرقام بتأكد ده تماما، وطبقا لبيانات الاستهلاك والدراسات اللي اتعملت بشكل مستقل، بطاريات العربيات في ولايات الجنوب في أمريكا اللي الحرارة فيها دايما عالية بتعيش في المتوسط 17 شهر، أقل من البطاريات اللي في المناطق الباردة في الشمال. عشان أوضح ده بشكل أكتر، في حين إن البطارية العادية في الجو المعتدل ممكن تعيش من 3 ل 5 سنين، نفس البطارية في الجو الحار زي البرازيل أو ولايات زي فلوريدا ممكن تعيش بس من 2 ل 3 سنين. وده تقليل كبير في عمر البطارية، وده معناه إنك هتضطر تغيرها أكتر بكتير لو عايش في منطقة حرارتها عالية. بس إزاي الحرارة الخارجية ليها علاقة بالحرارة الداخلية للبطارية؟
كتير من الناس مش بياخدوا بالهم إن درجة الحرارة جوه حجرة المحرك بتكون أعلى بكتير من درجة حرارة الجو بره. حجرة المحرك ممكن يوصل لدرجات حرارة أعلى بكتير من الجو الخارجي، خصوصا لو العربية مركونة في الشمس لساعات طويلة، أو لو نظام تبريد المحرك مش شغال كويس. كمان تشغيل البطارية نفسه بيولد حرارة. لما البطارية بتكون بتغذي العربية أو بتتشحن من الدينامو، بتحصل تفاعلات كيميائية جواها، وده بينتج حرارة كحاجة جانبية. في الأجواء الحارة أصلا الحرارة الإضافية اللي بتطلع من البطارية نفسها مش بتقدر تتبدد كويس، وده بيخلق دورة خطيرة. الحرارة بتبوظ البطارية، والبطارية بدورها بتولد حرارة أكتر. بس في طرق نحمي بيها البطارية من الحرارة الزايدة؟ أيوة، في. أول وأبسط حاجة هي إنك لو تقدر تركن العربية في الظل كل ما يكون ممكن. العربية اللي مركونة في جراج أو في مكان فيه ظل ممكن تقلل درجة الحرارة جوه حجرة الموتور. كمان مهم تراجع نظام الشحن بتاع العربية بشكل منتظم، عشان البطارية اللي بتتشحن زيادة عن اللزوم هتتلف أسرع بكتير في الجو الحار. تنظيف البطارية وعدم وجود تآكل على الأطراف بيساعد برضه، عشان التآكل بيقلل الكفاءة وبيخلي الحرارة تزيد جوه البطارية. وأخيرا، في المناطق اللي فيها حرارة عالية جدا، بعض أصحاب العربيات بيستثمروا في عزل حراري لحجرة الموتور أو في أنظمة تهوية مناسبة. في بعض الموديلات البطارية بيكون عليها غطاء أو بطانية عازلة عشان تحمي البطارية من حرارة بلوك الموتور. رأيك يهمنا جدا، فلو عجبك الفيديو اشترك في القناة لو لسه مش مشترك، وسيب لايك على الفيديو. ولو حابب تساعدنا ننتج النوع ده وأنواع تانية كتير من المحتوى هنا على المنصة، فكر تبقى عضو معانا، وساعدنا بكوباية قهوة أو بخبز الجبن البرازيلي. وهنذكرك في فيديوهاتنا. حابب تطور نفسك مهنيا أو تتعلم مهارة تقنية جديدة، ادخل على رمز QR أو الرابط في الوصف واكتشف صفحة فيها كل الكورسات اللي بنرشحها. ايه رأيك؟ وانت تعرف ان الحرارة بتأثر على تغيير البطارية بتاعتك؟ حصل وبدلت البطارية في وقت قصير وقعدت تسأل نفسك ليه ده حصل؟ سيب لي تعليق هنا عشان اعرف رأيك. هنا جنبك في اختيارين لفيديوهات مهمة لازم تتفرج عليهم عشان توسع معرفتك وتشبع فضولك. ولو حابب تدعمنا اعمل لايك واشترك في القناة وفعل الجرس وفكر تبقى عضو في القناة. ده كان كل حاجة يا عشاق الهندسة. تحياتي الكبيرة واشوفكم في الفيديو الجاي.